يا جماعة، ده تاني أحسن حاجة ممكن تمشي بيه في باريس، اللي هو العجل الكهرباء. هو عجل بس فيه بطارية طبعا، يعني بيساعدك شوية في الدنيا ماشي. وهو حلو عشان زي التروتينات تمشي مفيش إشارات، ما تقفش اسمه ايه ده، في الطريق. عندك اهو زي ما انتم شايفين طريق لوحده للعجل اهو، كله ماشي فيه. يعني هم عايزين يطبقوا نظام امستردام، اللي هو يعني لو في حد يعني منكم راح امستردام فاكيد هيفهم الدنيا. المهم، فهو حلو في حاجات كتير قوي العجل، من ضمنهم اللي انت تقدر تتحرك كهرباء، فيعتبر يعني ما بتدفعش فلوس وما تحطش بنزين. احنا عندنا البنزين غالي قوي ماشي. وكمان زائد عن كده، من لغاية السنة اللي فاتت الدولة كانت بتساعد أي واحد بيشتري عجلة لغاية 1000 أورو، 1500، مش فاكر والله، بس هو حاجة يعني مبلغ حلو قوي. فتلاقي كل الناس راكبين العجل للكهرباء. دلوقتي بطلوه عشان فرنسا مفلسة ما عادش فيها فلوس، فعشان كده تلاقي ناس كتير قوي راكبين العجل الكهرباء. هم اصلا يعني هي بصراحة حلوة بس مملة يعني مع بعض ماشي. المهم احنا دلوقتي جنب الكنيسة اللي اتحرقت، لو فاكرينها اهي، اللي اتحرقت نوتر دام دو باري. لسه بيبنوا فيه بعد ما هم اصلا اللي حرقوه، بس مش هنقول مين. يلا سلام.